لو سمحت عايز 2 برجر، وعندكم تشيكن كده اللي هي ايه دي، اللي هي سوبر سوبريم 5 اوتلت، ايه دي عباره عن ايه؟ طب بقول لك ايه، عندي طلب، هو انا ما ينفعش ادوقها قبل ما اطلبها؟ تمام شكرا، خلاص مش عايز، شكرا. للاسف ده لسه ما حصلش، بس اللي حصل فعلا ان في شركات نجحت تخليك تعرف التجربه قبل ما تدخلها، وده اللي عملته شركتين زي فيزيتا وميبلين. كل مره حد فينا بيفكر ان هو يروح لدكتور، بيكلم حد من اصحابه او اهله يساله هو انت عندك دكتور كويس؟ يعني ايه اصلا كويس؟ فيزيتا قدرت ان هي تعرفك يعني ايه كويس قبل ما تروح العياده، من غير ما تكون معتمد على احساس ولا اعلان ولا دعايه. معلومات حقيقيه تقدر تعرف منها اذا كان الدكتور ملتزم بمواعيده، بيسمع المريض وخلقه واسع ولا لا، العياده نظيفه، والتجربه كلها عامله ازاي. مش كلام دكاتره عن نفسهم، مش ان هو واخد شهاده ايه منين، كلام ناس راحت وجربت وبتقول لك ايه اللي حصل. لان كلمه دكتور كويس بتفرق من واحد للتاني. ميبلين عملت نفس الفكره بس في دومين تاني، يعني بدل ما تقف في ستور وتجربي 10 درجات مختلفه وفي الاخر تطلعي تايهه، خلت وشك هو اللي يجرب. نقلت لك تجربه المرايه من المحل للموبايل، وبقيتي دلوقتي تقدري ان انت تجربي اشكال ميك اب مختلفه من غير ما تتحركي من بيتك. وعشان كده عبقريه التصميم في الشركات دي مش ان هي خلت التجربه اسهل، العبقريه الحقيقيه ان هي عرفت تنقل التجربه الانسانيه من الاوفلاين للاونلاين. وساعتها القرار اللي انت بتاخده ما بيبقاش مجرد احساس، ده قرار مبني على تجربه حقيقيه.